السلام عليكم أصدقائي وصديقاتي، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم في التسعين مع محمود الجندي. حلقة اليوم هي المراجعة النهائية لمباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. هنتكلم فيها عن كيف سيلعب الوداد ويدافع أمام الأهلي، وكيف سيفوز الأهلي ويخترق دفاعات الوداد. الاهلي هيلعب ازاي والوداد هيلعب ازاي. هنتكلم الاول ونبدا بالوداد المغربي، وازاي احنا شفناه هو بيدافع ازاي او بيلعب ازاي في المباراه اللي كانت على ملعب صن داونز هناك في العاصمه الجنوب افريقيه. جبنا حالات معانا عشان نشوف الوداد كان بيلعب ازاي على ملعب صن داونز، ونشوف طريقه لعب الوداد اللي انا متوقع ان هو هيلعب، واللي هو اكيد ان هو هيلعب 4-1 4-1. وفي الحالة الدفاعية دايما بيرجع بيلعب 5-4-1 او بيرجع 6-3-1. هو كده كده هيلعب زون ديفنس، معروف ان هو هيلعب دفاع بحت، وهيلعب دايما على الهجمة المرتدة. بس ازاي ان احنا نقدر نخترق دي اللي هنجيله بعد كده. الوداد هيلعب دايما على الزون ديفنس او الدفاع المنطقة، ودايما بداية المساحات. ودايما المدرب البلجيكي بتاع الوداد عامل حاجة ومحفظهم حاجة دايما بيعملوها، اللي هو التفوق العددي. يعني انت دخلت في نص الملعب دايما باتنين هكون معاك ثلاثة، ودخلت على ورحت على الجنب باتنين هكون معاك ثلاثة. هو عامل حاجة اسمها التفوق العددي، ودايما بيقدر ان هو يقطع الكوره، ومحفظ اللعيبه بتاعته على كده. ودايما هم بيلعبوا على واحد بس، دايما هو اللي بيقدر يطلع بالكوره من الخلف للامام، وهو يحيى جبران اللي بيلعب امام 4 مدافعين بتوع الوداد. هو اللي بيلعب مكان مروان عطيه بتاع الاهلي زي ما بنقول كده. هو اسمه يحيى جبران، وهو ابرز لاعبيهم. بيلعب دايما الكوره على نجم اللي هو دايما طرف يسار على علي معلول، او اليسار بتاعتنا طرف يمين بتاعهم على علي معلول. ودايما هيلعب الكوره من خلف علي معلول، لان هو هيهاجم الحته دي بالذات. ده توقعي الشخصي، لان هو عارف ان علي معلول وحسين الشحات هي قوه ضربه للنادي الاهلي، فدايما هيلعب على الحته دي. طبعا هو في الهجمات المرتده هم عندهم قوة كبيرة في الهجمات المرتدة، بس هو كل واحد بيعتمد على المهارة الفردية بتاعته. ونجم على اليمين بتاع الوداد المغربي اللي هو بيلعب على يسار علي معلول، ودايما بيعتمد على الراس الحربة بتاعهم اللي هو سامبو، اللي هو أحرز 19 هدف في المباريات السابقة، وهو هداف الفريق، وهو مميز جدا في ضربات الرأس. ودايما الوداد بيلعب على حاجة تانية برضو، اللي هي الكور الثابتة. يعني انت لو رحت على الكورنر هيبقى خطر جدا عليك، او عملت فاولات من على حدود المنطقة. واحنا بنتمنى ان اللعيبة ما تعملش فاولات من على حدود المنطقة، لان دي هتشكل خطورة كبيرة جدا على النادي الاهلي. هنيجي بقى للنادي الاهلي اللي هو هيلعب ازاي امام الوداد. النادي الاهلي دايما كولر بيعتمد في طريقة لعبه على التمركز الصحيح بين المدافعين بتوع الوداد. بمعنى اصح هو بيستغل الممرات الخمس دايما اللي هم بين المدافعين وبين الباكين بتوع الوداد، ودايما بيفتح عرض الملعب بتاو وحسين الشحات دايما، عشان حمدي فتحي يخترق من الوسط او عمرو السولية ويكون مع كهربا دايما في المنطقة اللي هي بين المساكين وبين الباكين. طيب لو هو ما اخترقش من النص، دايما حسين الشحات بيدخل للعمق هو وتاو، وعلي معلول ومحمد هاني بيدخلوا من على الاطراف او بيفتحوا عرض الملعب لبره، او حسين الشحات يقف وتاو يقف، وعلي معلول ومحمد هاني دايما هم اللي بيخترقوا من العمق مكان حسين الشحات ومكان تاو. عموما كولر عمل حاجه حلوه جدا في النادي الاهلي في الفتره الاخيره. هو عمل انسجام تام في طريقه اللعب، انسجام واستراتيجيه كامله معروفه ان هي بتقدر تساعد دايما على الحلول الهجوميه والحلول الفرديه للنادي الاهلي. وده بيحل مشاكل كتير ودفاعات كبيره، وكان اخرهم دفاعات سيراميكا اللي قدر يفوز عليها في الدوري. هو هيكون شبيه جدا بدفاعات سيراميكا اللي حلمي طولان قدر يقرا الاهلي فيها. ودايما الوداد المدرب بتاعهم البلجيكي بيقدر يقرا دايما الخصوم، ودايما بيلعب على الخصوم كويس، وبيلعب دايما على ردة الفعل. حاجة أخيرة عشان ننهي بيها الحلقة، أتمنى إن احنا ما نستعجلش دايما في الهجمات، وأتمنى إن احنا نركز جدا في الهجمة اللي تجيلنا، لأن هي مش هتتعوض. واحنا رغم الحماس القوي للنادي الأهلي ولاعيبتنا، لازم نعرفهم ان المباراة مش هتنتهي من مصر من هنا، لا هي ليها جزء تاني دايما في الوداد اللي هو في المغرب. اتمنى ان اللعيبة تركز هنا وتركز هناك، لان حتى لو انت طلعت بنتيجة ايجابية او سلبية هنا، في مباراة هناك تانية لازم نركز فيها كويس جدا، وما نستعجلش سواء هنا او هناك.
واتمنى التوفيق للنادي الاهلي ويحرز الاميره ال 11 باذن الله، وكل التوفيق لينا والنادي الاهلي باذن الله ان هو يحرز اهداف كتير في المباراه دي. وبشكركم واتمنى الحلقه تكون عجبتكم. مع اللقاء في حلقه جديده من برنامجكم في التسعين مع محمود الجندي.